أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن عليًا أمير المؤمنين حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين مولى المؤمنين رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، حيا قيوما وترا دائما أبدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الفراغ مشكلة من المشاكل التي تسود عند كثير من الناس. وقد قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإن الفراغ والشباب يقصد لهو الشباب وليس قوة الشباب. قوة الشباب شيء جيد ومهم ومرحب بها. والشاعر يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لكن الشباب هنا هو المقصود به يعني لهو الشباب، وأيضا المضيعة، مضيعة الوقت التي يغرق فيها بعض الشباب. إن الشباب والفراغ والجدة، جدة يمكن أن يكون الغنى المالي الهائل الكثير يؤدي بالإنسان إلى الإسراف والفساد. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. القرآن يقول تعالى في كتابه الكريم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فانصب من النصب. النصب يعني التعب، يعني ادخل في، كما نفهم، ادخل في إنجازات وأعمال فيها مشقة، ولتكن في سبيل الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طبعا كان هناك جدل قديم حول كلمة فانصب. الحاكم الحسكاني، وهو عالم من علماء السنة الكبار، في تفسيره شواهد التنزيل يقول في تفسير الآية ويروي عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا أنه قال في تفسير الآية: إذا فرغت فانصب عليا للولاية. إذا فرغت فانصب عليا للولاية، وليس فانصب. أن فيها قراءتين: قراءة فانصب عليا، أو للولاية، أو فانصب فادخل في العمل فيه مشقة وصعوبة. فإن الفراغ والكسل والبطالة تؤدي إلى استنزاف العمر هكذا بدون فائدة. يعني هذا ما نفهمه من البطالة والفراغ. تؤدي إلى استنزاف العمر، تؤدي إلى الأمراض، لأن الحركة بركة، والجمود يعني قيود، وبالتالي
يعني تحجر، بينما في الحركة بركة. ومن هنا يقول الأطباء وأطباء الصحة بأن جوهر طيلة العمر هو الحركة. وحينما نقول فإذا فرغت فانصب، يعني ادخل في المشقات، من هذه المشقات التي يمكن أن تكون قربة إلى الله تبارك وتعالى. الرياضة حينما يفعلها الإنسان تقربا إلى الله للتقوي على الطاعات، رياضة، ولكنها تؤدي إلى الأجر والثواب وتؤدي إلى قوة الجسد. الرياضة، الشغل، يذهب الإنسان إلى العمل يشتغل، ولا يقول انتهى، تقاعدت، ويصل إلى سن اليأس المعنوي. لا يأس في حياة المؤمن والمؤمنة، لا يأس. المؤمن والمؤمنة مرتبط منشد إلى الله، صاحب القوة المطلقة، فلا ييأس ولا يعجز. قد يمرض يداوي نفسه، لكن أن يبقى في عملية نشاط مستمر في حياته. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. القرطبي كذلك أحد علماء السنة الكبار، في تفسيره قال في تفسير الآية فإذا فرغت فانصب إماما يخلفك. الحاكم والحسكاني ذكر عن الإمام الصادق أنه إذا فرغت فانصب عليا للولاية. القرطبي يقول فانصب، إذا فرغت فانصب إماما يخلفك. والعجيب أن الآلوسي في تفسيره قال إذا كسرنا الكلمة وقلنا فانصب، لماذا نؤولها بنصب الإمام علي ولا نؤولها بنصب العداء للإمام علي؟ فنقول فانصب يعني انصب العداء للإمام علي. من يقول بنصب العداء للإمام علي فقد خرج عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلمات كثيرة مدوية شكلت أوسمة على صدر أمير المؤمنين الإمام علي، ومنها أنه قال في مضمون تلك الكلمة المدوية يا علي لولا أنني أخاف أن تقول فيك أمتي ما قيل في المسيح عليه السلام من أنه إله، لقلت فيك اليوم قولا لم تسر في مكان إلا أخذوا التراب من تحت قدميك. وأن النبي كان يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار. فمن يجرأ أن يقول بأن انصب في الآية هي بمعنى نصب العداوة لأمير المؤمنين أو لأهل البيت عليهم السلام؟ كيف وقد قال تعالى في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد قال الإمام الشافعي في مضمون أبياته المشهورة عنه يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ولذلك لا جدوى من مناقشة هكذا أفكار
لكن لابد من عرضها لنرى كيف أن النواصب اليوم الذين يقولون بتكفير محبي أهل البيت سلام الله عليهم، وطبعا هؤلاء ليسوا محسوبين على السنة أو غير السنة، هؤلاء مجموعة قائمة بذاتها تكفر حتى بعض السنة، فهي مجموعة تكفيرية تعصبية تمارس القتل، ليس لها مشروع إلا العنف، ليس لها مشروع إلا العنف والتعدي على الأبرياء وظلم الناس. لكن الإسلام والمسلمين والبشرية بحاجة إلى رحمة الإسلام، ورحمة الإسلام في مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار. فإذا فرغت فانصب، فادخل في مهمات فيها مشقة، فيها تعب، لكنها مفيدة، رائعة، مفيدة للجسد، مفيدة للثواب والأجر عند الله. يعني بعض كبار السن يمكن أن يلتحقوا بالمراكز الإسلامية للعمل فيها، يعمل ما يمكنه. بعضهم كان يهتم بالمسجد وبأمور المسجد تقربا إلى الله. يمكن أن يقرأ الإنسان كتبا دينية يثقف نفسه أكثر فأكثر. يمكن أن يسخر سيارته لعمل الخير، خدمة الناس المحتاجين المنكسرة قلوبهم، وهكذا يستطيع الإنسان. يعني العباقرة الكبار في تاريخ البشرية وظفوا وقت فراغهم لإنجاز العجائب، فأنجزوا وحققوا الإنجازات العظيمة في تاريخ البشرية، ولم يستنزفوا أوقاتهم باللهو وبالثرثرة وما إلى ذلك. تصبح بعد ذلك البطالة عادة في دم الإنسان، ويصبح العمل شيئا صعبا جدا. أما حينما يتوجه الإنسان إلى العمل في البداية يتعب، وبعد ذلك يصبح العمل جزءا من دمه وجسده وطبيعته وحياته وما إلى ذلك. من هنا أيها الأحبة لا بد من التركيز على الاستفادة من الفراغ في حياتنا. الحمد لله أن الآية تؤشر أكثر فأكثر إلى الاستفادة من الفراغ للعبادة لله، أن يقضي الإنسان ما فاته من صوم، ما فاته من صلاة، ما فاته من أمور شرعية، وهكذا، وبذلك يستفيد من الفراغ، فلا تكون الحياة الدنيا مكسلة وفراغا وهدرا وسرابا في مرور الإنسان في هذا الوجود الدنيوي، بل أن يحمل منه الإنسان خزينا رائعا وعظيما من العمل الصالح والإنجازات معه إلى الآخرة في الوقت الذي يحقق من خلال هذه الإنجازات خيرا للبشرية وللإنسانية. أيها الأحبة، ونحن نتحدث عن قضية الشغل في الفراغ والاستفادة وملء الفراغ، المجمع الإسلامي أيضا يشارك في الاهتمام بقضايا الأمة وقضايا المسلمين وقضايا علماء المسلمين. ويقيم المجمع الإسلامي الثقافي يوم الخميس المقبل الساعة 6 حفلا تأبينيا لأحد علماء الإسلام الكبار
المعروف في علمه وفقهه وموسوعاته، وأيضا وموسوعيته العلمية في الإسلام، وهو العلامة الشهيد الدكتور الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، الذي له علاقة مع المجمع الإسلامي الثقافي، حيث دعوناه سنة 91 لإقامة وللمشاركة في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي أقامه المجمع بواسطة مرور 14 قرناً على ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء إلى ديربون وشارك بمحاضرة، كان المؤتمر في الحياة ريجنسي في ذلك الوقت، في فندق الحياة ريجنسي، وقد جاء إلى المؤتمر وشارك في محاضرة مميزة إن شاء الله ننشرها قريبا. نقيم لهذا الرجل الذي قدم للإسلام وللمسلمين حوالي 40 كتابا على الأقل، فيها من الفكر والعلم الكثير الكثير. وأنا منذ 40 سنة أراجع بعض كتبه بين فترة وأخرى، وأرى ما لهذا الرجل من فضل على الإسلام والمسلمين. الرجل مسلم منفتح القلب وسطي، وجاء إلى هنا وشارك بمحاضرة رائعة جدا، وقبلها شارك في لندن في مؤتمر عالمي كنت فيه بمحاضرة رائعة جدا حول خلافة الإمام علي وإمامة الإمام علي. على الرغم من أنه عالم سني كبير، فقد كان منفتح القلب والعقل على كل المدارس الإسلامية. وقد استشهد في المسجد ومعه على الأقل 40 من المصلين الذين كانوا يحضرون محاضرته في المسجد في سوريا. قتله تكفيريون، بعض التكفيريين الذين تحدثنا عنهم قبل قليل. هؤلاء ليس لهم مشروع إلا الاعتداء على الناس وتجاوز الحدود والظلم والقتل، وهم يعلنون أنهم مسلمون والإسلام منهم براء. الإسلام أيها الأحبة يبنى على تقوى الله تبارك وتعالى والورع أمام الله. الورع، المؤمن لا يؤذي نملة لم تتعدى عليه لا يؤذيها. الإمام علي وارد عنه أنه قال: لأن أعطيت بما معناه الأفلاك السبعة، أفلاك السماوات والأرض، على أن أسلب نملة جلب شعيرة لما فعلت. نملة تحمل جلب شعيرة تنقلها إلى عشها، لا يسلبها الإمام علي عليه السلام، لأن التقوى رأفة بالبشرية ورأفة بالحيوانات ورأفة حتى بالحشرات. حشرة لا تؤذيك، حيوان لا يؤذيك، نعم طير لا يؤذيك، لا تؤذيه. نعم إنسان يصطاد ليأكل، هذا شيء آخر. أما أن يؤذي مخلوقات الله فهذا ليس من قيم الإسلام. أما أولئك الذين يقتلون البشر ولا يخافون الله، ويقتلون الأبرياء ولا يخافون الله، وهم يدعون أنهم مسلمون، كيف يكونون
مسلمين في هذه الأعمال الشنيعة الفظيعة. والمسلمون من كل المذاهب الإسلامية يبرؤون من أولئك الناس ما عدا من يسير في ركابهم. هؤلاء يسمون أنفسهم مسلمين ولكنهم في الواقع منافقون وظالمون ومنحرفون وفاسدون وغير مسلمين، لأن الإسلام من سلم الناس من يده ولسانه. فالتقوى أيها الأحبة هي روح الإسلام. هؤلاء بحاجة إلى أن يفهموا التقوى وأن يرجعوا إلى التقوى أيها الأحبة. إني أوصيكم وإياي بتقوى الله والعمل الصالح. وفقنا الله جميعا لكل خير وجنبنا جميعا كل سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واستغفر الله لي ولكم أيها الأحبة. أدعو الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على رسولك الأعظم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على أئمة المسلمين، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى ولديه الحسن والحسين الإمامين الحسن والحسين، والأئمة من ذرية الإمام الحسين الإمام علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري وصاحب العصر والزمان. هؤلاء أئمتنا وسادتنا وقادتنا وشفعاؤنا، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. اللهم صل عليهم. صل على أئمة المسلمين الذين فرضت طاعتهم وأوجبت ولايتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمعلمينا ولمربينا ولمن لهم فضل علينا من المؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا جميعا للخير وللعمل الصالح. تقبل منا اليسير ونمه بفضلك وإحسانك، واعف عن الكثير واستره بكرمك إنك أكرم مسؤول. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، الآن نصلي ركعتي صلاة الجمعة برجاء المشروعية. وقد ورد أنه يستحق في صلاة الجمعة قنوتان. نقتصر من ذلك القنوتين على قنوت واحد، ونؤدي هذا القنوت الواحد بعد ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة، ونأمل أن لا ننسى إن شاء الله. ثم بعد صلاة الجمعة نصلي صلاة الظهر برجاء المشروعية أيضا. ثم بعدهما نصلي صلاة العصر جماعة أيضا. فإلى ركعتي صلاة الجمعة أولا. وأسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. As necessary precaution, we will pray first Friday prayer. Friday prayer, it's 2 units, 2 rak'ah. It's recommended to perform the supplication of the qunut 2 times during Friday prayer. We will perform it 1 time to make it briefly. The situation of the supplication of the qunut will be after bowing down during the second unit, second rak'ah of Friday prayer. So be careful about the situation of supplication of the qunut. After Friday prayer, inshallah, we will pray the noon prayer as necessary precaution also. After these 2 prayers, we will pray the afternoon prayer. All these prayers as group prayers. Peace be upon you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أصلي ركعتي صلاة الجمعة رجاء المشروعية جماعة قربة إلى الله تعالى. أصلي ركعتي صلاة الجمعة رجاء المشروعية جماعة قربة إلى الله تعالى. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الذي يركع ويسجد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. يا قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. تصلي صلاة الظهر أداء برجاء المشروعية جماعة قربة من الله تعالى. تصلي صلاة الظهر أداء برجاء المشروعية جماعة قربة من الله تعالى. لا إله إلا الله. الله أكبر.